المعاقين اهم، المعاقين اهم، الحكومة فين والمعاقين اهم، الحكومة فين والمعاقين اهم، والدستور فين والمعاقين اهم، الدستور فين والمعاقين اهم. فين عندك يا منصور؟ فين عندك يا منصور؟ ما بدناش من 6 شهور. فين عندك يا منصور؟ فين عندك يا منصور؟ ما بدناش من 6 شهور. ما بدناش بيسأل في الدولة، مفيش حد بيسأل على حد، مفيش حد بيسأل على حد، حتى لو مات مش هيسأل عليه. يبقى فين مسؤول في الدولة؟ مش هيبقى في مسؤول، مفيش أساسا مسؤول في الدولة. لو في مسؤول في الدولة نبص ورحم دول، ما رحمش السودان ولا رحم دول، يبقى هيرحموا مين؟ مش هيرحموا حد. ناس تعبانه ايه برضك؟ هو مفيش حد سأل عليهم 6 شهور وما قبضوش مرتب. ما لازم حد سأل فيهم لحد الآن. تعالوا ظهروا الفساد في البلد، تعالوا الفساد يا ايه الدولة في ايه؟ 6 شهور قاعدين ياكلوا ويشربوا، قاعدين مرتاحين في الشغل. ومحدش سأل فينا، نزلنا واستفتينا ومحدش سأل فينا، نزلنا واستفتينا ومحدش سأل. مصلحة الأراضي من طالب الحد الأدنى، معايا 3 عيال غير يعني وأمهم، أصرف على عيالي، أنا معيش أصرف على عيالي، نشحت ونسرق ونعمل إيه؟ بطالب السيد عدلي منصور رئيس الجمهورية، وبطالب السيد المشير السيسي، وبطالب السيد المشير السيسي عاوزين الحد الأدنى. أنا باخد 750 جنيه، يعملوا إيه؟ إيه يعني وعيالي؟ أنا عيالي دعتهم المدارس، معلش فلوس نصرف، مش لاقي آكل، معيش فلوس أصرف على عيالي، عاوزين الحد الأدنى عشان خاطر نعيش وناكل عيش. بنطالب السيد المشير السيسي، بنطالب رئيس الجمهورية السيد عدلي منصور، احنا وراك يا حكومة، احنا بنحب الحكومة واحنا ورا الحكومة، بس عاوزين الحد الأدنى عشان خاطر ناكل عيش، وعشان خاطر ادخل عيالي المدارس. انا عيالي بتاعتهم المدارس عشان معيش اصرف على عيالي، انا معيش اصرف على عيالي. و750 جنيه يعملوا ايه؟ ما بيعملوش حاجة، مش بيكفوا 10 ايام في الشهر، 750 جنيه. انا مش عاوز اكل عيش انا وعيالي، عاوزين نصرف، عاوزين يطبقوا الحد الادنى. الناس كلها ما عدا احنا الحد الادنى، الشركة العامة للصحة الاراضي، 6 شركات التابعة للصفقات عاوزين يطبقوا عليهم الحد الادنى. وطالب رئيس الجمهورية السيد عدلي منصور، وبطالب المشير السيسي، واحنا وراك يا سيسي، احنا وراك يا سيسي، واحنا ان شاء الله ننتخبك الرئاسة، واحنا عاوزينك تبقى رئيسنا، احنا عاوزين السيد المشير السيسي رئيس الجمهورية بس يطبق الحد الادنى. احنا عاوزين الحد الادنى عشان خاطر ناكل عيش ونوكل عيالنا عيش ودخل عيال المدارس. يا ببلاوي قول الحق، يا ببلاوي قول الحق، انت فاشل ولا انا؟ انت فاشل ابراهيم طنطاوي الشركة العامة للصحة الاراضي. احنا بنطالب طبعا الحكومة وعدتنا كم مرة بتطبيق الحد الادنى للأجور، ووعدتنا ان هي تضم ال6 شركات لقانون 203 الصادر سنة 1990 والقرار 106 الصادر في 22/1/2012. لحد دلوقتي ما فيش اي وعد من الحكومة وعدتنا بيه واتطبق. فال6 شركات على فكره 6 شركات مؤثره جدا، و6 شركات قويه جدا في الدوله، وتمتلك كم من المعدات رهيب.
مستصلحين 5 مليون فدان على مستوى الدوله، فعشان كده احنا بنطالب بتطبيق الحد الادنى للاجور وتطبيق وعد الحكومه لهؤلاء العاملين. 90% من العمال بيقبضوا 600 جنيه مرتب كل شهر، فده في ظل الاعباء والظروف اللي احنا موجودين فيها حاليا. الناس اهلت عيالها من المدارس وقعدت في البيوت بسبب اللي مش قادره تصرف عليهم ومش قادره تديهم المرتبات او مش قادره تصرف على بيوتها بالنسبه للمدارس. عشان كده بوجه رساله للحكومه الجديده او الحكومه اللي موجوده بتفعيل القرار وتطبيق الحد الادنى اسوه بجميع الاشياء. ولا في مرتبات ولا اي خالص، ماشي. وانا يعني باخد شقه ب 300 جنيه في الشهر، ماشي. قدمت في المحافظه شقه، ماشي. قالوا لي روح حي شد، رحت حي شد، رحت حي شد قال لي ايه؟ روح بتاعت اسكان سموحه. بعد ما مضيت بتاع اسكان، بعد رحت اسكان سموحه، بعد ما مضيت قال لي انت متجوز؟ قلت له متجوز. قال لي مالكش الشقه خالص. هم كانوا عايزين ياخدوا فلوس، ماشي. لغايه دلوقتي مش عارف اخد الشقه خالص. الشقه لغايه دلوقتي مقضيه كذا امضى مش عارف اخدها، ماشي. والشقه بتاعتي اللي باخدها 300 جنيه في الشهر، ماشي. مش عارف اخد الشقه خالص، ماشي. وانا عايز اتجوز مش عارف اتجوز عشان موضوع الشقه ده، وانا سن كبير، ماشي. انا داخل على 54 سنه، انا اجيب منين؟ يعني ابويا ميت وامي ميته، مفيش حد خالص، يعني ربنا اللي الشركه العربيه تحت 6 شركات استصلاح اراضي تم بيعها ايام عاطف عبيد. لما الجمشوري جه رجعها تاني للوزاره بعد الوحيد اللي قدامك كان فيها سيوله وفيها اراضي وفيها اصول، كل ده راح ايام الخصاصه. ولما الجمشوري جه رجعها بالقانون 160 قعدنا يجي سنه عشان نرجع تكتشف الشركه الافضل. اكتشفت الشركه الافضل بقى لها سنه واخده 20 مليون من الوزاره، ولحد النهارده ما عملتش اي حاجه، لا اسناد عمل للشركات ولا تجديد معدات ولا صيانه معدات ولا مرتبات للعاملين ولا اي حاجه. النهارده احنا عندنا غالبيه العاملين يعني متوسط الاجور ما بيعديش 600 جنيه لكافه العاملين. لما كل شركه فيها 1100 عامل 60% منهم ما بيعديش 600 جنيه، هيكفوا ايه دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده؟ مع اللي لسه متعين في الحكومه اول امبارح بياخد 1200 جنيه لانه متعين اول امبارح. فين العدل اللي انتوا بتقولوا عليه؟ احنا مش عايزين ال 1200 اللي انتوا بتتكلموا عليهم، احنا عايزين شغل يدينا ال 1200. عايزين الحكومه تسند لنا شغل بدل احنا لا عارفين ناخد شغل ولا عارفين نشتغل. عندنا معدات هلكت من العضله من الركن، عندنا جراج في العريس في معدات فوق 90 مليون جنيه. المطره كلتها ولكتها لان مفيش شغل نشتغلها. عندنا ديون، وزاره الري سيلت لنا خطاب عملت لنا مديونيه ب 13 مليون جنيه في بنك اسكندريه، خدت حلم. كنا واقفين على رجلينا بناخد شغل وبناخد خطوات ضمان. بنك اسكندريه بعد ما سال الخطاب رفض اي شغل نيجي نحط رجلينا عايز خطاب ضمان، مفيش خطاب ضمان. لا حكومه عايزه تسند ولا الشركه القابضه عايزه تسند ولا الوزاره عايزه تسند. نعمل ايه؟ 15,000 عامل في 6 شركات اللي خربتهم الحكومه اصلا، بانها باعت ايام عاطف عبيد وجابت رئيس شركه مسنود من الحكومه هو اللي بيدير الشركه. ورؤساء الشركات دي انا بتكلم عن الشركه العربيه لإصلاح الاراضي، ساعه ما الميزانيه موجوده لحد دلوقتي بتاعت سنه 93 فيها سيوله 120 مليون جنيه غير الديون اللي لينا بره في الهيئه. كل ده راح بسبب رؤساء الشركات اللي كانت بتجيبهم